إعلامية لبنانية تلخص حياة ضحى. نشرت الناشطة الإعلامية اللبنانية بتول فيديو على تيك توك تناولت فيه قصة حياة ضحى العريبي. ضحى ليست مؤثرة فقط في تونس، ولكن قصتها أثرت في كل العالم. يلا صوتوا في جوي أووردز لأنه بتستاهل تفوز بعد كل المعاناة اللي عاشتها. قدامي فيديو اكسبلور لبلوجر او تيك توكر تونسية اسمها ضحى العريبي. طبعا في اشخاص كتير بيعرفوها لضحى، وفي القليل القليل اللي ما بيتابعوا السوشيال ميديا اللي بعاد عن هذا العالم. اللي لفتني بهذا الفيديو هو قصة ضحى. قصة ضحى اللي فينا نقولها هي حكاية نجاح. ضحى الصبية اللي ما قدرت تكفي تعليمها لأنه حبت تكتسب مهنة طلع منها مدخول، فقررت تتعلم حلويات، صنع الحلويات. فراحت اتعاقدت مع مطعم على هذا الأساس. بعد فترة بيقولوا لها أنه أنت بدك تغسلي المواعين، بهذا المعنى يعني عنا بلبنان بنقول بدك تجلي صحون. ضحى رفضت هذا الشيء مع أنه ما بتتعيب بالشغل، بس كرمال أنه هي متفقة في اتفاق بيناتهم. بقوم صاحبين المطعم بيزعبوها قدام عدد كبير من الأشخاص اللي كانوا قاعدين وبيستهزئوا فيها. طبعا ضحى ما استسلمت وتكللت حكايتها بالنجاح. ليه النجاح؟ لأنه هيدي الشركة اللي تخلت عنها، هذا المطعم اللي تخلى عنها واللي زعبها، بعد عدة سنوات رجع وطلب منها انه تعمل لهم دعاية لأنها صارت وحدة مشهورة. شو العبرة من هذه القصة؟ انه الانسان ما لازم ييأس، ما لازم يكتئب، ما لازم يفشل حاله. دايما لازم يقول انا قادر انجح، انا قادر اعمل، انا قادر ما استسلم. عن جد هيدي القصة جدا جدا معبرة.